انت طايح فوقك الهم وتهضر على ناس واحد اخرين، شكون اللي راه مهموم؟ ولهذا يا اخواني ارجو انه نرفع منسوب الوعي في مثل هذه المناسبات، حتى نخلوا بلادنا اللي بين قوسين اللي راهي مستهدفه، ماشي كلام براغماتي. انا ما نسمح حتى لواحد، انا نقرا عندي قناعاتي وتعرفوني ماشي من اليوم، اقول ما اعتقده. شوفوا يا اخواني، المخطط الذي ترونه في قضيه غزه وقوه التحالف بما فيهم الذين طبعوا وتطبعوا وخانوا، كلهم يا إخواننا ضد بلادكم. مشاهدينا كما سمعتوا هذا إمام مسجد الشيخ موسى العزوني، في بلاصة ما يحدث الكراغيلة اللي ناقصين عقل ودين، يحدثهم على الدين، على كيفاش كينتشر الدين، على يعني مواضيع دينية وسط المسجد. هو كما سمعتوا كيحدثهم الجزائر مستهدفة، كل الدول المطبعة مع إسرائيل ضد الجزائر. ولكنني أنا غادي نجاوبك منين بغيتي تبردع الشعب ديالك. احنا راه ما تبردعناش كمغاربة. إحصائيات الأمم المتحدة الرسمية، الجزائر رابع دولة عربية تصديرا لإسرائيل ب 21.4 مليون دولار سنة 2022. هذه وحدة من الوحدات نتاع الصادرات الجزائرية إلى إسرائيل. زيد عليها، نزيدك اودي الشيخ موسى، إلا ما راكش عارف شي حوايج معليش، حنا المغاربة نوريوهم لك، ما فيها بأس. شهدت الصادرات الجزائرية نحو إسرائيل قفزة ملحوظة ابتداء من سنة 2022، على عكس المغرب الذي تراجعت فيه صادراته نحو تل أبيب ابتداء من تلك السنة التي عرفت إقدام الرباط على تطبيع العلاقات الكاملة مع إسرائيل تحت الوساطة الأمريكية التي كان من بنودها اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على صحرائه. ووفق الإحصائيات قاعدة بيانات الأمم المتحدة لإحصاءات نحو تجارة السلع اللي كتسمى ان كونتراد التي نشرها موقع تريدينغ ايكونوميكس العالمي، فإن صادرات الجزائر في 2020 ارتفعت لتصل إلى 9.77 مليون دولار، ثم واصلت ارتفاعها في سنة 2021 لتصل إلى 14.9 مليون دولار، وهي السنة التي كانت الجزائر قد وجهت فيها انتقادات كثيرة للمغرب على خلفية تطبيعه للعلاقات مع إسرائيل، بدعوى أن تلك الخطوة تشكل استهدافا للجزائر. مهم علينا دابا الجزائر باش تبردع الشعب نتاعها من بعد ما لقات راساتها منحاصرة وسط السياسة الخارجية، باش تسكت وتلهي الكراغلة، كتقول لهم الجزائر مستهدفة، الجزائر ما عرفتش داك الكلام نتاعهم اللي ما كيفهمو حتى شي واحد. وهنا مشاهدينا كما قلت لكم هذا إمام مسجد اللي سميتو الشيخ موسى العزوني، بلاصة ما يحدث الكراغلة على الدين والإسلام اللي أصلا هما ناقصين عقلا ودينا وإسلاما، باقي كيبردع فيهم على أن الجزائر مستهدفة وكل الدول المطبعة مستهدفة للجزائر.
هذه دولة حظيرة الكبرانات الجزائرية. وهذا هو باش بصبع الزرق ما عارفش مسكين راساتو لا فين غادي ولا فين جاي ولا اشنو كيدير ولا الدولة اللي عايش فيها شنو كدير من أجل الشعب نتاعها. هذا إمام مسجد يعني من وسط المسجد يبردع في الكراغيلة، يعني كيغسل لهم الدماغ ديالهم. ونزيدك عاد يا ودي الشيخ موسى، لا انت ولا داك الشعب البردع اللي راك كتخطب عليه وكتهرول عليه وسط المسجد وكتكذب عليهم. ليكن في علمكم بأن المواد التي كتصدر من الجزائر نحو إسرائيل، فإن الأمر يتعلق بالمواد الكيماوية العضوية ومركبات المعادن النادرة، في حين أن الصادرات المغربية نحو إسرائيل فيتعلق الأمر بالخضروات والفواكه والمكسرات واللحوم والأسماك وغيرها. إذن مشاهدينا، هذا الشيء هذا الحكام ولا الأئمة ولا رئيس الدولة ما كيهضرش مع الشعب نتاعو في هذه المسائل هادو، لأن كما قلت لكم داروا سياسة خارجية خسروا فيها، وباش يبينوا للشعب بأنهم قوة ضاربة دائما كيبردعوهم الجزائر مستهدفة، كل الدول المطبعة مع إسرائيل ضد الجزائر. مشاهدينا الكرام، وصلنا على نهاية الفيديو. ما تنسوش الاشتراك بالقناة باش تشجعونا وشجعونا بالكومنتير، والسلام عليكم.